اتحولت من فتاة خاطئة لقديسة عظيمة. هي شهادتنا النهاردة القديسة أفرا. حياتها بتمثل النفس اللي عاشت زمن طويل جدا مدللة في شهوات الجسد، لكن لما ضاقت العشرة مع ربنا في المسيح يسوع حياتها كلها اتغيرت، وكمان بركتها وبركة أهل بيتها، وخلتها تقف قدام آلام اضطهاد متهللة بالروح. زمان الغرب كان بيحتفل بعيد استشهادها في 5 أغسطس، ولغاية النهاردة بتتكرم في إكسبورغ، ده موطنها الأصلي. وفي بعض مناطق في ألمانيا بيتقال إن رفاتها اكتشفوها سنة 955، ودلوقتي في موجودة في كنيسة إليريك وأفرا في آخر جنوب إكسبورغ. أغلب الدارسين بيأكدوا صدق استشهادها، حتى لو كان في بعض النقاد بيشككوا في إن هي كانت زانية وتابت. تعالوا نعرف حكاية قدستنا النهاردة. أفرا كانت امرأة زانية، كانت عايشة في مكان اسمه إكسبورغ في بداية القرن الرابع، وتابت على إيد القديس ناركيسوس، كان وقتها في جرونة في أسبانيا، وتابت معاها والدتها هيلاريا. كمان كسبت نفوس الخادمات الثلاثة بتوعها، واحدة كان اسمها ديجنا، والتانية إفنوميا، والتالتة اسمها إفبريبيا. الثلاثة دول كانوا معاها في نفس الموضوع، في نفس الشر، في نفس الخطية. وفي عهد دقلديانوس وشريكه ماكسيمانوس التهبت نيران الاضطهاد. كان موضوع الاضطهاد ده صعب جدا. راح استدعاها غايس قاضي المدينة ودخل معاها في الحوار ده. قال لها اذبحي للآلهة، ده خير ليكي من انك انت تموتي بالعذابات. راحت القديسة قالت له كفاية اللي انا عملته من خطايا في جهلي، انا مش هزور عليها تاني، انا مش هسجد للآلهة. راح قال لها روحي للهيكل وقدمي ذبيحة للآلهة. قالت له المسيح هو هيكلي، انا شايفاه دايما قدام عينيا، وبعترف له كل يوم بخطاياي، وبقدم نفسي ذبيحة حية ليه. قال لها انا سمعت ان انت زانية، عشان كده ضحي، انت مش هيكون ليكي نصيب مع اله المسيحيين. قالت له رب يسوع المسيح قال انه جه من السماء لاجل الخطاة. قال لها ضحي، هتكسبي محبة الناس اللي بتحبك وهيرموا الفلوس في جرابك. قالت له انا مش هقبل اموالهم البغيضة، الاموال دي انا رميتها عني زي النفاية. قال لها انت مستحيل تبقي مسيحية، انت زانية. قالت له انا كل اللي عندي هقدمه عشان بس انال كلمة مسيحية، كفاية ان انا اتسمح لي ان انا اعترف قدامك ان انا مسيحية. قال لها كل دي خرافات وتخيلات في دماغك، قدمي ذبيحة. قالت له المسيح هو خلاصي اللي اتعلق على الصليب ووعد اللص اللي اعترف بيه بالفردوس. قال لها ما تزهقنيش، ما تخلينيش اقعد احاورك كتير واتكلم كتير، روحي قدمي ذبيحة للآلهة، وإلا لو ما عملتيش كده هعذبك وحرقك حية. قالت له جسدي الذي أخطأ يتألم. قال لها يعني مش فارق معاكي؟ فراح أصدر قرار بحرقها حية. راح مسكها الجنود وسحبوها لجزيرة في نهر ليش، وهناك جلدوها وربطوها في عمود عشان يحرقوها. وهم لسه هيعملوا كده لقوها رفعت ايديها للسماء وعينيها مليانة دموع، وقعدت تصلي. قالت له أيها الرب يسوع المسيح، الله القدير الذي جاء لا ليدعو أبرارا بل خطاة للتوبة، اقبل في هذه الساعة آلام توبتي، وخلال هذه النار الزمنية التي أعدت لإبادة جسدي انقذني من النار الأبدية التي تحرق الجسد والنفس معا. وأول ما بدأت تدخل النيران سمعوها بتقول أشكرك أيها الرب يسوع، إذ جعلتني أهلا أن أتألم لأجل اسمك، يا من قدمت جسدك على الصليب فداء عن العالم كله. البار يفتدي الظالمين، الصالح يفتدي الأشرار، الطباوي يفتدي من هم تحت اللعنة، الحلو يفتدي من هم مرارة.
لك أقدم ذبيحتي يا من لك الملك مع الآب والروح القدس إلى دهر الدهور أمين. وأول ما قالت الصلاة دي سكتت وانطلقت نفسها إلى الفردوس متهللة بإكليل الشهادة. وفي آخر اليوم بالليل جت والدتها والخادمات الثلاثة عشان ياخدوا جسدها ويدفنوها. أول ما سمع غايس القاضي الكلام ده راح بعت جنوده عشان يحرقهم بالنار. وفي بعض الناس شايفين ان أفرة جت مع الكتيبة الطيبية من مصر لألمانيا عشان كان من عادة الجند أي مكان يروحوه ياخدوا معاهم زوجاتهم وأولادهم. وفي ناس تانية شايفة ان هي مجرد فتاة زانية جت مرافقة لأحد الجنود وفضلت هناك عشان تمارس شرها. بس هي قديسة عظيمة تابت ويسوع غفر لها ودخلت الفردوس. ويوم عيدها يوم 5 أغسطس. بركة صلواتها تكون مع جميعنا أمين. لو خدت بركة ابعتها للناس وتابع صفحتي.